لا اله الا الله. نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخة عايزين نطلع الطيار. اهلا بيكم في البرنامج. بصوا يا جماعه، قبل ما نبتدي النهارده بصراحه عايز اقول لكم حاجه. انا بصراحه زهقت من اللوع. حواري مع جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري. مرحب بيكي يا استاذه جميلة. هل لديكم مرشح او تفكرين في مرشح للانتخابات الرئاسيه يخوض الانتخابات المقبله؟ يعني سواء بقى انتخابات رئاسيه، هل احنا متخيلين ان في حد ممكن النهارده يتصور ان في انتخابات رئاسيه هتحصل واحنا غير قادرين على ان احنا نتكلم بره مقراتنا؟ يوم يوم لا، كل شويه البلد تتقلب. بصوا، انا عايز الناس الكبار اللي في البلد، انا عايز الكبير اللي في البلد يرسيني على بار. احنا عايزين الناس تتكلم، وانا عايز الناس تتكلم، وعايز يبقى في تعبير عن الرأي. انا عايز الناس تتكلم بس تبقى فاهم. الموضوع مش كده خالص. خد ودي معايا، مين؟ طب ابقوا اتصلوا بحد فاضي. انا مش مصدق والله العظيم ثلاثة، يعني ربنا يا رب. انت هتعملي ازاي مؤتمر جماهيري مثلا؟ ازاي هتقدري تتواصلي معاه؟ ازاي تقدري تستعيدي تاني ظهيرك الشعبي اللي موجود في الشارع؟ لازم انا اكون مت الاول. ازاي وانت لا عندك مساحه انك تتحركي في الشارع ولا عندك كمان امكانيه انك تظهري في الاعلام؟ اللي عايز يخش يكمل الحكايه هياخد تذاكر لما يعمل كده، ما تقلقوش. بصوا يا جماعه، الرئيس عدلي منصور، يا جماعه الراجل ده كان على موعد مع القدر. ما تيجوا نتأملوا. انا لن اسمع، والله العظيم لن اسمع. يعني حضرتك متخيله كل ما هتسالي حد لو هو اسمه كان مطروح او عايز يترشح او بيفكر في الترشح، هيعتبر دائما انه اعلانه عن ده عمليه فدائيه. واللي يتكلم على المحكمه على طول. احمد قنصوة طالع بالبدله العسكريه وهو ضابط في القوات المسلحه. أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالانتخابات الرئاسية المفترض بدء إجراءاتها. المحكمه العسكريه اصدرت حكمها على العقيد احمد قنصوة بالسجن 6 سنوات. لسه العبيد عايشين عبيد بالاقتناع. انت الثوراجي يالا، انت جيفارا يالا، انت مشعل فتيل الثوره وهم يعوموا. 10 سنوات من حكم هذا النظام، 10 سنوات في حكم هذا النظام. شايفه ان يتنحى جانبا؟ اتصور انها هي فتره كافيه. اللي عايز يخش يكمل الحكايه هياخد تذاكر لما يعمل كده، ما تقلقوش. بصوا يا جماعه، الرئيس انا عارف انت هتعمل ايه. لا قلت كده برضه، قلت على طول الحكومه تقدم استقالتها الخميس، وانا هدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره السبت. الناس في مصر مش عايزاني او مش عايزانا نمشي على طول يجي حد تاني. ده الكلام النهائي، غير كده يبقى عباره عن محاوله للاساءه. ده بنقول ايه؟ المسؤولين. طب بصراحه يا جماعه، المذيعين هم اللي غلطانين، يعني الوزراء والمسؤولين مش فاضيين. ونحن في حزب الدستور بنرى انه تغيير حتمي، يعني لابد يبقى في تغيير. كده ما حضرتك يمكن تابعتي مثلا في كاس العالم ماتش مباراه البرتغال مع سويسرا، على الرغم من ان كريستيانو رونالدو ده كان من انجح واهم اللاعبين، كان في احساس انه ربما يكون رونالدو عبء على الفريق اللي هو فيه طاقات وفيه خبرات وفيه. يعني انتوا قلبتوا على الراجل مش علشان حاجه هو عملها، لا، اللطيف الظريف ده هو اتقلبتوا عليه علشان المستشارين بتوعه، وخصوصا المستشار. غيروا يا كفره يا ولاد 10 سنوات بيحكم بلا احزاب معارضه، بلا نقابات، وبدعم ضخم جدا من الخارج وتأييد ضخم من الخارج. بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 ده، فقالوا الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر وعارف ايه المطلوب. عشرات المليارات من الدولارات تم ضخها في الاقتصاد في الوقت ده. معنى من قلب الحدث، من بطن العذاب، من وسط الألم. باسم لو سمحت ما تأفورش. نعم، مين؟ ما تأفورش. مين دي؟ دي أول يوم ليها كده وتعمل كده؟ يلا معلش. معنا من وسط الأحداث. احنا بنتكلم في 10 سنوات من حكم هذا النظام، 10 سنوات في حكم هذا النظام. شايفه ان يتنحى جانبا؟ اتصور انها هي فتره كافيه. انا مستعد في كل سنه اعمل انتخابات في مصر، بس قلت شرط واحد، ثمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتم. في ظل هذه الأيام المنيلة ب60 نيلة غبت علينا أيام أنيل، وبقى في أزمة اسمها أزمة اقتصادية. هل هذه مقدمة لعودة الدكتور محمد البرادعي لمصر؟ انه حان الوقت لان نبدا عمل سياسي منظم. هو في الحقيقه الدكتور محمد البرادعي اخذ قرار في 2013 ان هو بيخرج تماما بره المشهد السياسي. عودته للظهور كان من خلال كلمه عايز يوجهها. وغالبيه الشعب المصري الذي قام بهذه الثوره من اجل
أهداف لا يختلف عليها اثنان، أن نعيش أحرار في بلادنا. لا مؤاخذة أنا شايف كده كلام احذروا. معنا أحد ضحايا الأزمة الاقتصادية الحالية، يا ريت تعرفنا بنفسك. احنا عندنا للأسف الشديد ناس سجنوا وناس توفوا داخل سجونهم. أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل، وللاسف الشديد ناس اضطرت ان هي تغادر وتبقى عايشه بره لحد النهارده. عندنا ناس اختفوا قسريا للاسف الشديد، عندنا ناس عانوا في ارزاقهم. نحن قياده تحترم شعبها وتحبه، بس احنا بنحبه صح. بنحبه ايه؟ يا ابني بتغير بقى، غيروا يا ولاد، كفره يا ملحدين. زي